بغيتي كاطو يكون فريمون برستيج وهموشان كيما راكي تشوفي، وزيد ما يدخل لا الكوشه لا والو، وزيد ساهل ماهل. تبعيني نعطيك الوصفه. سلام، كي عشيتو؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم جيت نشارك معكم هاد كاطو تاع ليمول. انا شريت هاد المول تاع السيليكون، جاني بزاف شباب. تقدروا نتوما تستعملوا اي مول تاع سيليكون يكون عندكم. الحاجه الاولى غادي نحضروا الكريمه نديروها في الوسط. هنا تحتاجوا 17 غرام تاع الزبده بالضبط، من احسن انكم تعبوا بالميزان، سينو كما كتشوفوا تجيكم مغرفه صغيره شويه بومبي. وتزيدوا 100 غرام تاع الشوكولاته، يجوا 4 تاع الكاويات كما كتشوفوا بتاع الشوكولاته الموجان. وتضيفوا على هذا الخليط 60 غرام تاع كريمه الحلويات، تكونوا سخنتوها حتى تغلي، ومن بعد تضيفوها على هذاك الخليط وتحركوا كما كتشوفوا، وتغطيو بالفيلم اليمونتير وتدخلوها للفريغو على الاقل ساعتين. من بعد نمشيو نحضروا الحشوه الثانيه اللي تجي في الوسط. نحتاجوا فيها كاس تاع فويتين، انا خدمتها منزليه في الدار، ونزيدوا عليه كاس تاع غاطو ماكاو فيه الكو بزاف شباب تاع الكاكاو، وتزيدوا عليها نص كاس تاع قوقاو كون مطحون غليظ، وتلموه بالبخاليني كما كتشوفوا، بخاليني تاع هذاك الموجان. ومن بعد نمشيو نحضروا كما كتشوفوا القاعده. تحتاجوا فيها كاس تاع فويتين و75 كاس 75% من كاس تاع قوقاو تا هو يكون مطحون شويه غليظ، وتضيفوا هكا شويه تاع الجوز مقطع بيديكم، ما تقطعوش بالروبو. وهنا تضيفوا 4 مغارف تاع الشوكولاته الدائبه بالحليب، وتزيدوا تكملوا بشوكولاته تاع الطلي او بلين انا استعملت، حتى تحصلوا على واحد القوام شغل هكا شويه تعجن لكم في يديكم. من بعد نجيو نخدموا القاعدات كما كتشوفوا. انا اختاريت هذا المول على حسب المول تاع السيليكون تاعي، درته مربع. ضيفوا فيه واحد الكميه على اساس باش يعطيكم واحد السمك تاع 4 الى 5 ملم باش تجي القاعده مليحه. ومن بعد انا بغيت شويه ديكور، ما درت شوكولاته نوار من تحت في هذيك الزواقه، وبقيت نمسح بالكتانه حتى مشى لي ليكسي تاع الشوكولا. وهنا جيت نخدم معكم داك الكريمه اللي كنا حطيناها في الفريغو جوج سوايع. ضيفوا لها مغرفه تاع البخاليني ومغرفه تاع الشونتيي. بعد ما تضربوها عاود كتضيفوا هذيك البخاليني والشونتيي، عاود ضربوها. الا جاتكم قاصحه بسبه نوع الشوكولاته الرديئه خاش ما عندنا كاع شوكولاته مليحه في البلاد، زيدوا لها شويه زيت باش تطلق روحها، باش تجي القوام تاعها كريمي، ما تخليوهاش هكا قاصحه ما تساعدكمش. من بعد كما كتشوفوا بعد ما ديكوريت انا غير 6 تاع الحبات، ضفت لها من الفوق شوكولاته بالحليب، بصح زدت لها واحد الموسو صغير تاع شوكولاته نوار باش يعطي هاد لاكولار كيما هكا. وبالنسبه الحبيبات الاخرين عندك درت 6 تاع حبيبات غير بهاد الشوكولاته البيضاء مع شويه هاد اللي كتشوفوني انا نخدم بها، و3 حبات بالشوكولا نوار باش زعما هكا الكاطو يجي منوع كما كتشوفوا. بعد ما تشوفوا الاخر شوكولاته جمدت بردت يعني قاصحه، ضيفوا هذاك الحشو المقرمش اللي درناه، وتزيدوا فوقه هذيك الكريمه اللي صنعناها. ضيفوا كميه مليحه تاع لا كريم باش تغطي لكم غايه الكارو تاعكم ولا المول السيليكون اللي يكون عندكم. ومن بعد ضيفوا شويه تاع شوكولا من الفوق باش تقبض لكم الكريمه وما تخليهاش تسيح، وتدخلوها للكونجيلاتور على الاقل نص ساعه. بعد نص ساعه كما تشوفوني نديمولي فيها، وهذيك القاعده ندير فيها شويه تاع ديك الكريمه اللي كنا ضفناها داخل في الحشو باش نلصق القاعده مع هذاك الكارو هذا تاع شوكولا. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا. الكاطو بالخف توجدوه وسهل ماهل وبزاف بنين. هذوك الميلونج تاع الحشوات اللي لداخل نقول لكم، انا كنت قسمت لهم حبه عطيتهم يذوقوا في العشيه بعد ما فطرنا، جاهم بزاف بنين. وغادي نقسم معكم حبه هكا باش تشوفوا من داخل كيش يجي الشكل تاعه. وعلاش قلت لكم مكسرات ما طحنوهمش بزاف، غادي يجيو يقرمشوا مع الفويتين ويعطي واحد المذاق بزاف 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 بنين. جربوه ما تندموش عليه هاد الحلوه. افراحكم، اعيادكم، اعراسكم اللي كان، وجد سهله ماهله. وهاني وريت لكم عده اشكال من عده زاويات باش تشوفوها كيش جات. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير، واللي جديد مرحبا به دير ابوني. تهلاو في رواحكم في الامان.